ثمة أسئلة وسأعود إلى ما نحن فيه من الدرر ونثرها. فنقول في الدرر كذلك من الآثار أن الله جل وعلا لما ذكر آية الصيام قال لعلكم تتقون، واختلف في معنى قول الله جل وعلا لعلكم تتقون. والأظهر أن المتقين لهم شعارات، لهم رداء يتحلون به، ومن أعظم أرديتهم الصيام، فيصبح المرء إذا كان صائما اندرج في سلك أولئك الأبرار وسلك مسلكهم، وهذا مبتغى عظيم أن يسعى الإنسان في الركب الصالح فيلتحق به. ومنه يعلم من قول الحق جل شأنه كما كتب على الذين من قبلكم أن الصيام أمره عظيم تعبد الله به الأمم قبلنا. وثمة قول الإمام الذهبي لا يمل المرء من تكراره ووعظ الناس به، قال رحمه الله وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر، ويظنون به الزندقة والإلحلال. قال الذهبي وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر، ويظنون به الزندقة والإنحلال. وهذا يبين لك عظمة هذه العبادة التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم رابعة أركان هذا الدين القويم. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نأتي للقيام وصلاة التراويح ورمضان. المشروع المأمورون نحن به صيام النهار، أما الليل فلم يأتي في القرآن ما يدل إلا على الأكل والشرب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكن جاء في السنة إذا ضممناه لما في القرآن من قيام الليل بإجمال ما يدل على أن قيام رمضان له معنى آخر يزيد عن قيام غيره من الشهور. قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا سنة قولية. سنة فعلية أنه هو صلى الله عليه وسلم خرج للناس 3 ليال أو 4 يصلي ويأتم الناس بصلاته، فلما خشي أن يفرض هذا على الأمة امتنع، فبقي الناس على الأصل وهو الصلاة، لكنهم كانوا يصلونها أرسالا أي غير منضبطين بإمام واحد كما هو معلوم مشهور ذكرناه مرارا، حتى كانت خلافة فاروق عمر فدخل المسجد والناس كذلك، فجمعهم على أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري، ورضت نفسه رضوان الله عليه بما وقع منه، فتوارثت الأمة هذا الصنيع وهو ما يعرف بصلاة التراويح. والليل كله محل للصلاة، الليل كله محل للصلاة، فسواء صلاها المؤمن جماعة مع المسلمين وهو قول الجمهور أولى وأحرى، أو صلاها في بيته فردا، أو صلاها مع أهل بيته، أو صلى في آخر الليل، كل ذلك أمره سعة. لكن الغاية العظمى المقصود الأجل المطلوب الأول أن يكون للمؤمن حظ من قيام الليل في رمضان، ليندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان المؤمن يعنى بقيام الشهر كله ووقع منه ذلك فقام الشهر كله، فهذا قطعا قام ليلة القدر. يبقى بعد ذلك قبول الله لذلك العمل، هذا شيء عند الله لا تبلغه أفهامنا ولا تدركه أبصارنا. فنقول إن قيام شهر رمضان من أجل القربات التي يتعبد بها المؤمن ربه في هذا الشهر، لأنه يقرن بين أمرين: ما بين قيام الليل الذي هو محل عظيم للطاعة، وما بين قراءة القرآن الذي ارتبط كما حررنا في أول اللقاء مع رمضان نفسه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إن كان الإنسان
يحب أن يحرص على صلاة التراويح مع جماعة المسلمين، فأحب إلي إن استطاع أن يجعل له في آخر الليل شيئا من صلاته في بيته، أن يجعل له في آخر الليل شيئا من صلاته في بيته. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ في حديث عام: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الحديث عن قيام الليل يسوقنا للحديث عن الإفطار والسحور، وكلاهما خير، لكن جاءت السنة بتعجيل الفطر وتأخير السحور. وبعض أهل العلم يقول إن من منتصف الليل إلى آذان الفجر إن من منتصف الليل إلى آذان الفجر محلا للسحور. والصواب أن الأمر أبعد من ذلك، يعني لا يقال من منتصف الليل، لكن من آخر الليل، يمكن أن يقال في ثلث الليل الآخر أو ما بعده، يمكن أن يكون محلا للسحور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. ونقل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أنه ولو يحسو الإنسان معا، المهم أن يتمثل الإنسان السنة، لكنه لو تسحر مستصحبا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في السحور بركة لكان خيرا له. كذلك المؤمن يعجل الفطر ويبادر إلى الطاعة، ويظهر لله جل وعلا فقره وعجزه ومسكنته، وأنه ما أحوجه إلى الطعام والشراب، فما أن أذن الله له بأذان المغرب بمغيب الشمس أن يفطر إلا بادر إليها حتى يشعر بضعفه وعجزه، فلم يكن صيامه وامتناعه عن قوة وعن عدم رغبة في الطعام والشراب، إنما كان امتثالا لله جل وعلا. وحري هنا أن يستصحب المؤمن ثناء الله جل وعلا على ذاته العلية، وهو يطعم ولا يطعم، تبارك اسمه وجل ثناؤه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نطعم ونطعم بقدر الله، فنطعم فنشعر بفقرنا وعجزنا ومسكنتنا، ونبادر إلى الطعام شاكرين الله جل وعلا على أن أمد في أعمارنا حتى أدركنا المغيب. فهذه فرحة أولى من الفرحة الأولى. ما معنى فرحة أولى من الفرحة الأولى؟ يقول عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان. الفرحة الأولى هي نفسها قسمان: فرحة بصيام كل يوم بتمامه، عندما تغيب الشمس يفرح المؤمن أن الله جل وعلا أعانه على صيام ذلك اليوم. ومن الفرحة الأولى وهي الثانية منها أن الإنسان يفرح إذا أكمل العدة وصام الشهر وأدرك هلال العيد، فيكون هذا من تمام الفرحة الأولى، لأن الله جل وعلا من عليه فصام الشهر كله. هذا كله مندرج في الفرحة الأولى. بقينا بالفرحة الثانية، هذه عندما يلقى المؤمن ربه، فإذا لقي المؤمن ربه وفاه الله جل وعلا أجره ونال العطية الكبرى، ونادى مناد عند باب الريان: أين الصائمون؟ فيدخلون من ذلكم الباب. والذي أذهب إليه أن المراد به الإكثار من صيام التطوع. هاتان فرحتان عظيمتان أخبر بهما سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، رزقني الله وإياكم إياهما. وقد حررنا في لقاءات مضت أن الفرح قسمان: فرح دنيوي وفرح أخروي. فالفرح الأخروي محمود على كل حال، وأما الفرح الدنيوي فينظر، فإن كان في الدين تمت الفرحة، وإن كان في الدنيا فينظر. إن كان فرحا يعين على الطاعة قبل، وإن لم يكن فرحا يعين على الطاعة فلا يقبل، ذمه الله: إن الله لا يحب الفرحين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله. وبقي أن أقول كما قلت في أول اللقاء إننا في مساء هذا الثلاثاء ربما نختم حلقات الدر المنثور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.